السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة وسعادة. وصفة النهاردة مميزة جدا جدا. هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده باردة، من غير فرن ولا بوتاجاز ولا اي حاجة. هتخلص معاكي في 10 دقايق بالظبط واقل كمان، وطعمها حكاية حكاية قطعة كده ولا احسن منها. يلا بينا نشوف الوصفة ايه. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، ما ننساش ان احنا نعمل اشتراك في القناة ولايك وشير عشان الفيديو يوصل لكل حبايبنا. الوصفة بتاعتي بعملها في الخلاط. معايا باكوين من البسكوت، الباكو 14 قطعة، يعني معايا 28 قطعة من البسكوت. بحط عليهم كوباية ونص من الحليب الساخن، وباكت من الكريم كراميل، ومعلقة من الحليب البودرة. ودي المكونات الأساسية بتاعتي. طيب بحط بقى عليها دول اختياري: معلقة من الباستري كريم، ومعلقة من الكريمة اللباني البودرة. واضرب الكلام ده كله في الخلاط لحد الخليط لما يبقى ناعم معايا. طيب تقدري تستغني عن الباستري كريم والكريمة اللباني. ممكن تضيفي علبة من القشطة لو هي متوفرة عندك، هتدي طعم حلو ونكهة حلوة جدا جدا. تقدري انت بقى لو حابة تحطي كريم شانتيه برضو بيدي طعم حلو، انا ما كانش موجود عندي. كل ده انا بنكه الصوص بتاعي. طيب بحطه بقى في صينيه او قالب بايركس زي ما تحبي. وبعدين ببدا ان انا احط البسكوت كده، يعني بغرز البسكوت في الصوص عندي تقيل، ومجرد ما بتصبيه بيبدا ان هو يتماسك، فانا بحط فيه البسكوت بحيث ان نص البسكوته بتاعتي تكون في الخليط السائل، والنص التاني يكون بره. طيب بعد بقى ما بخلص البسكوت بكون مجهزه صوص شوكولاته. الجزئيه دي للاسف ما اتصورتش، هقول لكم عليه، هو سهل جدا جدا. في الخلاط بحط كوبايه من اللبن، وبحط كوبايه الا ربع من السكر الناعم، او نص كوبايه حسب ما بتحبي السكر عامل ازاي، ونص كوبايه من الكاكاو الخام الغامق. وبضرب الخليط مع بعض. برضو تحب لو حابه تحطي لبن بودره، او معلقه كريم شانتيه، معلقه باستري كريم، مفيش مشكله، ده بيعزز النكهه معانا. طيب اضربهم في الخلاط، وبعدين انزل بسرسوب زيت، بتبقى حوالي نص كوبايه، بنزل بيها سرسوب رفيع والخلاط شغال لحد لما يتقل معايا القوام. انا صبيته بقى على الخليط وسويته زي ما انت شايفه. وبعدين حطيت على الوش شوكولاته مبشوره، دي شوكولاته بالحليب عشان كده لونها فاتح شويه. وحطيت شوكليت شيبس ابيض وبني، بيدي شكل حلو وطعمها بيبقى حلو قوي قوي في الاخر. الوصفه ديت يعني خطيره وجميله وما بتاخدش وقت ولا مجهود خالص. انا بحطها في التلاجة من 4 ل6 ساعات، ولو انت مستعجله عليها تقدري ان انت تحطيها في الفريزر لحد لما تتماسك. انا فكيت الصينيه وطلعتها، القطعة متماسكة وجميلة ومش سايحة خالص ولا أي حاجة، ومش متجمدة. طبعا أنا كنت حاططها في الفريزر لأني مستعجلة عليها. فالقطعة مش متجمدة، ماسكة خالص زي ما انتوا شايفين. قدميها بقى وألف هنا وشفا على قلبكم. هتعجب أولادك، حاجة كده بتدوب في البق دوبان. كفاية انها من ايديكي. والف هنا وشفا على قلبكم. ما ننساش ان احنا نعمل اشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل حبايبنا. بالهنا والشفا على قلبكم.